نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيب من مآسيكم وأناديكم أشد ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد صدق الله العلي العظيم. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في بحث السيستاني ما قبل المهد إلى ما بعد اللحد. وكان الكلام تحت عنوان شرف وفضل العلم للنسب. وكان الكلام في رواية للإمام العسكري عليه السلام تحت العنوان الذي ذكرناه وأن الشرف والفضل للعلم لا للنسب. كانت رواية عن الإمام العسكري عليه السلام قال الإمام العسكري عليه السلام إن رجلا من فقهاء شيعته كلم بعض النصاب، أو يوجد كلام وتأتي همزة الأن مفتوحة أن رجلا، أو بداية كلام الآن نتحدث نقول إن رجلا أن رجلا من فقهاء شيعته كلم بعض النصاب فأفهمه بحجته حتى أبان عن فضيحته، فدخل إلى علي بن محمد وفي صدر مجلسه دست عظيم منصوب وهو قاعد خارج الدست، وبحضرته خلق من العلويين وبني هاشم، فما زال يرفعه حتى أجلسه في ذلك الدست، وأقبل عليه فاشتد ذلك على أولئك الأشراف، فأما العلوية فأجلوه عليه السلام عن العتاب، وأما الهاشميون فقال له شيخهم: يا ابن رسول الله،
هكذا تؤثر عاميا على سادات بني هاشم من الطالبيين والعباسيين؟ فأجابه الإمام سلام الله عليه بجواب قرآني بيناه في البحث السابق أو في المحاضرة السابقة. بعد هذا ذكرنا موردا آخر أيضا في تفسير أيضا للإمام العسكري سلام الله عليه، كان في تفسير قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قلنا ذكر الإمام العسكري عليه السلام معاني فيها دلالات واضحة على انحراف علماء وفقهاء اليهود الذين أفتوا بالباطل ودلسوا وكذبوا مقابل ثمن دنيوي قليل، وأشرنا إلى علماء هذا الزمان إلى أن وصلت الرواية التي كان الإمام سلام الله عليه يرويها في مقام التفسير، في تفسير القول الذي ذكرناه، بعد أن وصل الكلام إلى سؤال عندما ذم عوام اليهود لتقليدهم علمائهم، فيأتي سؤال عن الفرق بين التقليد عند اليهود والتقليد عند المسلمين. وقد جاء قلنا في الرواية أن الإمام سلام الله عليه الإمام العسكري عليه السلام قال الرجل للإمام الصادق عليه السلام: فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ كيف ذمهم بهذا الشيء؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ فقال عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا وعوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. إذن يوجد فرق من جهة وتسوية من جهة. إذن قال الإمام: بين عوامنا وعلمائنا وعوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. إذن الإمام العسكري سلام الله عليه يروي هذه الحادثة التي حصلت مع الإمام الصادق سلام الله عليه. أي الكلام للعسكري سلام الله عليه عن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام يجيب الإمام الصادق يقول: أما من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم أيضا بتقليدهم علماءهم. فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم. هذا من حيث التسوية، من حيث التشابه. أما من حيث افترقوا فلا. قال السائل: بين لي يا ابن رسول الله. قال عليه السلام: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشا. عرفوهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشا. وهذا ما حصل ويحصل في هذه الأيام من العمائم ومن رجال الدين ومن المراجع. إذن يقول: عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشا وبتغيير الأحكام عن واجبها. يغيرون الأحكام عن واجبها، يغيرون المحتل يصبح وليا وحميما ومنقذا وشفيعا ومخلصا وصديقا وأليفا وصادقا ورحيما. وفساد الاحتلال وقبائح الاحتلال وفساد الفاسدين وقبائح الفاسدين يكون عدلا وإنصافا وإحسانا وإعمارا وكرامة ودينا وشفاعة ومذهبا ونصرة. إذن يقول الإمام عليه السلام: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشا وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات بالرشا وبالعلاقات وبالأوامر من الأسياد. وعرفوهم بالتعصب الشديد
يعني عرفوا العلماء بالتعصب الشديد. ما هو التعصب الشديد؟ يقول وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، يخرجون عن الدين، يخرجون عن الأخلاق، يخرجون عن العقل والعقلاء بأي شيء؟ بالتعصب. وإذن كيف نتصور موالاة الكافرين؟ كيف نتصور موالاة المحتلين؟ أليس هذا من التعصب؟ أليس هذا خروج عن الدين؟ يقول الإمام عرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه. الذي يتعصبون عليه يزيلون حقوقه، ينفى من الوجود، يهجر، يقتل، يسلب، تحرق البيوت، تهدم البيوت، تحرق الجثث، يمثل بها. وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه. أن تأخذ الحقوق، تأخذ الحقوق من هؤلاء تعطى إلى الآخرين. يقول أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم. وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم، وظلموهم، ظلموا الغير من أجلهم، من أجل هؤلاء الذين تعصبوا لهم. إذن أخذوا أموال من تعصبوا عليه وأعطوها إلى من تعصبوا له، أخذوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوها للذي تعصبوا له، وظلموا من تعصبوا عليه من أجل من تعصبوا له، وظلموهم من أجلهم، وعرفوهم أيضا. يقول هؤلاء اليهود، هؤلاء المقلدة، هؤلاء المقلدون، عرفوهم، عرفوا العلماء وعرفوهم يقارفون المحرمات، عرفوهم يقارفون المحرمات، عرفوهم بالإباحيات، بالأفلام، بالفيديويات، بالممارسات اللا أخلاقية التي انتشرت في كل مكان وشاعت بين الناس في المحافظات الوسطى، في المحافظات الجنوبية، من الوكلاء، من المعتمدين، من ما يسمى بالمراجع، من المعممين. وعرفوهم بالسرقات، عرفوهم بالانحراف، عرفوهم بأكل مال الحرام، عرفوهم بالاعتداء على الأعراض، وعرفوهم يقارفون المحرمات. واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق. يقول هذه معرفة ضرورية، علم ضروري، علم بديهي، علم اضطراري، علم لا يحتاج إلى مؤونة، لا يحتاج إلى فكر، لا يحتاج إلى تفكير. يقول واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق. تكديس الأموال، سرقة الأموال، ارتكاب المحرمات والإباحات والإباحيات، موالاة المحتل، تشريع الاحتلال، تشريع الفساد، تسطيط الفساد والفاسدين، سرقة الأموال، زيادة الأرصدة في بلدان الغرب، المتاجرة بالدماء الأبرياء، تدمير البلاد، سفك الدماء بين الإخوان، بين أبناء الشعب الواحد، بين أبناء الدين الواحد، بين أبناء المذهب الواحد، بين أبناء العشيرة الواحدة، بين أبناء البيت الواحد. أليس هذا من الفساد؟ أليس هذا العلم وهذه المعرفة بهذه المنكرات من ضرورات وضروريات العلم وبديهيات العلم وبديهيات المعرفة؟ أليس هذا من اليقينيات؟ أليس من يفعل هذا فهو فاسق؟ حتى لو ارتدى العمامة، حتى لو انتسب واقعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف إذا كان مدعي النسب؟ يقول واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق. فكيف يأخذون منه الأحكام؟ كيف يقلدون هؤلاء؟ يقول واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق. لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله. فكيف صدقوه؟
يقول إذن يقول فهو فاسق، لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله. فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوه. يقول فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوه ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديق، لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوا. هذا ليس بثقة، هذا لا يصدق. يقول ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم. يقول ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم، وأشهر من أن لا تظهر لهم. يقول وكذلك عوام أمتنا، وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها. طبعا هؤلاء سيكون حالهم حال عوام اليهود. يقول وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وأخذ الرشا والبحث عن السمعة والواجهة والفضائيات والإعلام والمدح والثناء. يقول وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهرة والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا. إذن هؤلاء إذا عرفوا من فقهائهم هذه المواصفات وهو الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفرف أي بالعطف والتحنن وبالترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. إذن الذي تعصبوا عليه يحطمونه يحرقونه يقتلونه يمثلون بجثته، والذي تعصبوا له يعطفون عليه يتحننون إليه يحسنون إليه وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. يقول وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفرف أي بالتعطف والتحنن وبالترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود. فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم. فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم. إذن من قلد المنافق الذي يوالي اليهود والنصارى الذي يوالي قوات الاحتلال قوات الفساد قوات الاستعمار قوات التخريب قوات مصادرة الحريات ومصادرة الدين
ومصادرة الأموال ومصادرة الحقوق ومصادرة حياة الناس واستقرار الناس وبلدان الناس، قوات الفساد والإفساد، قوات تسليط الفاسدين، قوات سرقة الأموال والثروات، قوات تهديم الأخلاق وإشاعة الإباحيات والقبائح والفساد. الذي يوالي هؤلاء أليس فاسق وفي قمة الفسق والفساد وإمام فساد وإمام ضلالة وإمام قائد إلى النار؟ فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. إذن عندنا حصة من التقليد مذمومة وحصة من التقليد ممدوحة بل واجبة. ما هي الحصة الأولى والثانية؟ الحصة الأولى المذمومة وهو التقليد المشابه لتقليد اليهود لعلمائهم الفسقة، والحصة الثانية هي حصة التقليد الإسلامي الصحيح. يقول فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، فللعوام أن يقلدوه. ونقول هنا لم يترك الإمام الباب مفتوحا لكل من هب ودب كي يدعي العلم والفقاهة والتقوى والزهد فيغرر العوام من الناس، بل أشار عليه السلام إلى تقييد ذلك بقيود وشروط، بل كانت الإشارة واضحة لقضية خارجية واقعية متمثلة بكثرة المدعين للعلم والفقاهة والمرجعية الدينية. إذن نقول أشار الإمام عليه السلام إلى تقييد ذلك، لم يترك قضية التقليد مفتوحة، بل أشار عليه السلام إلى تقييد ذلك بقيود وشروط، بل كانت الإشارة واضحة لقضية خارجية واقعية متمثلة بكثرة المدعين للعلم والفقاهة والمرجعية الدينية، لكن البعض القليل منهم على حق ومن الحق وإليه وإلى الحق، وأما الآخرون فهم أئمة ضلال يقودون إلى جهنم، وهم أضر على الإسلام والمسلمين من جيش يزيد. حيث قال الإمام عليه السلام، ماذا قال الإمام في نفس الرواية بعد أن قال الإمام سلام الله عليه؟ قال فأما من كان ميزه، قال من قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فالعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون، هذا التقليد الصحيح لا يكون إلا، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فإنه القول الإمام عليه السلام يقول وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فإنه من ركب من القبائح والفواحش، فإنه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة العامة فلا تقبلوا منا عنه شيئا ولا كرامة. لا كرامة للعمامة، لا كرامة للنسب إن صح النسب، لا كرامة له ما دام قد ركب فسقة العامة، ركب مراكب فسقة العامة، فلا تقبلوا منه، فلا تقبلوا منه. وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فإنه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة العامة فلا تقبلوا منا عنه شيئا ولا كرامة. وإن ما يكمل الإمام يعطي الضوابط، يقول وإنما كثر، لاحظ هناك يقول قبل قليل قال
إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، تأكيد إلا بعض وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء، نفي واستثناء، لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، يؤكد لا جميعهم. بعد هذا يقول وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت. يقول كثر التخليط، كثر النقل الخاطئ، كثر التدليس، كثر النفاق، كثر الادعاء، كثر الكذبة، كثر المنافقين المدعين. يقول وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت، لذلك. لماذا يقول لذلك؟ يقول وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت، لذلك يقول لأن كذا. إذن يقول لأن الفسقة يتحملون عنا، الفسقة يأتون يحضرون يطلبون العلم، يتلقون العلم، يأخذون العلم، يحضرون، يكونون من طلبة الإمام، من أصحاب الإمام عليه السلام. يقول لأن الفسقة يتحملون عنا، يأخذون العلم منا، فيحرفونه بأسره بجهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم. هذه أول جهة من التحريف والتدليس والكذب والافتراء والنفاق. يحرفون كلام أهل البيت وأحكام أهل البيت وأخلاق أهل البيت سلام الله عليهم، يكذبون على الناس. يقول لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره بجهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم. وأيضا يقول وآخرون يتعمدون الكذب أو الكذبة، يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم. إذن هذه حصة أولى. وحصة ثانية، يوجد 3 حصص، كل هذه الحصص بمجموعها كل واحدة تحرف أقوال الأئمة سلام الله عليهم، تكذب على أئمة أهل البيت، تنقل الكذب والافتراء على أهل البيت وعن أهل البيت سلام الله عليهم. الحصة الأولى يقول هؤلاء فسقة جهلة عندهم قلة معرفة. قال هذا الأول، قال لأن الفسقة يتحملون عنا، هؤلاء فسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره بجهلهم. لاحظ بالجهل، فسقة يحرفون بجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم. هذه الحصة الأولى من المحرفين من المدلسين. الحصة الثانية يقول وآخرون يتعمدون الكذب علينا. لماذا؟ من أجل الاسترزاق، من أجل كسب المال، من أجل المال الحرام، من أجل السحت. يقول وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، يأكلون في بطونهم نارا. وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا، هؤلاء يسترزقون، يقول ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا. ومنهم قوم نصاب، الناصبي الذي يخرج عن الحق، نصب الأعداء للحق ولأهل الحق، فسواء كان شيعيا أو يدعي التشيع أو كان سنيا أو يدعي التسنن، إذا واجه الحق مهما كان الحق وشخص الحق وجهة الحق فهو ناصبي، فهو من النصاب. وأيضا النصاب هو المخادع المحتال، هذا معنى النصاب في هذا المقام، هذا معنى للنصاب الذي استخدم في هذا المورد. يقول ومنهم قوم النصاب، يعني لنقول انتزعنا هذا المعنى من أصل الرواية. عندما نكمل الكلام سنعرف لماذا أعطينا هذا المعنى للنصاب، وهو المخادع المحتال، الخداع المحتال الذي ينصب نفسه ويتقدم لعمل لم يطلب منه لكن من أجل الخداع. لاحظ يقول منهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، فماذا يعملون؟ يخدعون، يحتالون، لا يستطيع القدح فيأتي بحيلة. كيف هذه الحيلة؟ يحضر الدرس، يسمع الدرس، يتتلمذ على يد الإمام سلام الله عليه فيأخذ العلم، وبعد هذا يعرف العلم،
فيقدح بالإمام، يقدح بالحق، يقدح بصاحب الحق طريقة الخداع والاحتيال. ومنهم قوم نصاب، أي خداع أو خداع أو محتال. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، أو وينتقصون بنا عند أنصارنا، ثم يضيفون إليه أضعاف وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنهم من علومنا فضلوا وأضلوا. إذن لماذا أعطينا معنى النصاب؟ لأن تشخيص الإمام سلام الله عليه انتهى إلى أن هؤلاء يخدعون الشيعة، فيتقبلون هذه الانحرافات، العلوم المنحرفة، يتقبلونها على أنها من علوم الأئمة سلام الله عليهم. وهذا لا ينطبق على الناصبي الذي ينصب الأعداء لأهل البيت، لأنه هذا لا يؤثر بالشيعي بالموالي بالتابع لأهل البيت عليهم السلام. لكن الإمام سلام الله عليه أيضا يشير بهذا إلى أن هؤلاء بالرغم من ادعائهم التشيع، لكن بسلوكهم المنحرف وبتكذيبهم وكذبهم وأكاذيبهم وتحريفهم للحقائق وتشويههم لسمعة أهل البيت سلام الله عليهم، وبكونهم صاروا هؤلاء ويخدعون هؤلاء، يتملقون لهؤلاء ويخدعون هؤلاء، يأخذون من هؤلاء ويأخذون من هؤلاء، يسترزقون من هؤلاء ويسترزقون من هؤلاء، يقدحون بأئمة الحق عند هؤلاء وعند هؤلاء، فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، وقلنا في رواية وجدنا عند أنصارنا، ثم يضيفون إليه أضعاف وأضعاف أضعافه من الأكاذيب، يضيفون إليه أضعاف وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنهم من علومنا فضلوا وأضلوا. إذن هذا يضيفون أضعاف وأضعاف أضعافه من الأكاذيب، هذا انطبق أيضا حتى انطبق على أحاديث جدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لما تأتي إلى عالم يقول عندي أو أحفظ أو عندي أكثر من 600,000 حديث، رواية أو حديث، ويستخرج منها الصحيح 1000، فتعرف مقدار الكذب والافتراء الذي حصل على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أضعاف وأضعاف 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 مضاعفة. إذن يقول ثم يضيفون إليه أضعاف وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بريء منها. يقول أضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها أو براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوا، كما يتقبله الآن المستسلمون من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. كيف يتقبلون بأن أهل المناطق الغربية في الرمادي، في الأنبار، في صلاح الدين هم الذين استقبلوا سبايا الحسين وآل الحسين وأكرموا سبايا الحسين وآل الحسين، هم الذين كانوا رأس الحربة والشوكة لقتال جيش معاوية أو الجيوش الأموية، هؤلاء شيعة أهل البيت. كيف الآن جعلوا هؤلاء من النواصب وحقنوا أذهان المساكين الجهال البسطاء الأبناء الأعزاء، حقنوهم بالطائفية والحقد على شيعة أهل البيت الحقيقيين. المناطق الغربية، مناطق صلاح الدين، مناطق الموصل، هؤلاء هم الذين استقبلوا سبايا أهل البيت وأكرموا سبايا أهل البيت سلام الله عليهم. كيف تقبلوا هذه الحقائق؟ كيف قلبت الحقائق؟ ألم يعلم أهل العراق، أهل الكوفة، أهل الجنوب، أهل الوسط أن أهل الكوفة هم من قتل الحسين، هم من سبى عائلة الحسين، هم من الذي غدر بالحسين عليه السلام؟ أين هم من هذه الحقائق؟ أليست هذه العلوم من البديهيات ومن الضروريات التي تحكى على المنابر؟
كيف يتقبلون خلاف البديهة وخلاف الضرورة وخلاف الواقع؟ يقول فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنهم من علومنا فضلوا وأضلوا، وهم هؤلاء المراجع هذه العمائم التي أضلت الناس. يقول وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه. يقول الإمام عن هؤلاء، عن هذه العمائم الضالة، يقول وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين، من جيش يزيد أضر من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، فإنهم أي جيش يزيد، فإن جيش يزيد فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال. جيش يزيد ماذا يفعل؟ جيش يزيد يسلب الأرواح والأموال، لكن لا يسلب الدين، لا يسلب الآخرة، لا يسلب الجنة، لا يسلب الحق. يقول يسلبونهم جيش يزيد فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال. هؤلاء علماء السوء. يقول الإمام وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون. هؤلاء المنافقون، هؤلاء يقول يدخلون، يقول الإمام وهؤلاء علماء السوء الناصبون، هذا القول للإمام عليه السلام، يقول وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا، المتشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون. ماذا يفعلون هؤلاء؟ يقول يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، فيضلونهم ويمنعونهم عن تصديق أن أهل الكوفة هم من قتل الحسين، هم من غدر بالحسين، هم من سبع عائلة الحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين، ليس أهل الأنبار وليس أهل صلاح الدين وليس أهل الموصل، ليس أهل المناطق الغربية، حتى تباح الدماء وتسبى النساء وتهتك الأعراض. ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه فإنهم أي جيش يزيد يسلبونهم الأرواح والأموال، وهؤلاء يسلبونهم الآخرة، يسلبونهم المصير، يسلبونهم الحياة الدائمة. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبه على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. وأين النتيجة؟ إلى نار جهنم يأخذون بهم إلى النار. فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. ويقول الإمام لا جرم أن من علم، لاحظ، يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. لاحظ هنا الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب، ينظر إلى النيات. هنا يأتي دور القلب ونقاء القلب وصفاء القلب وصدق النية. يقول الإمام لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. يقول لم يتركه الله، لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر. ماذا سماه الإمام؟ سمى هذا المرجع، هذا المعمم، هذا رجل الدين، هذا المدعي حب أهل البيت، هذا المدعي أنه تلميذ الإمام، أنه من أصحاب الإمام، أنه ممثل الإمام، أنه وكيل الإمام الخاص أو العام، هذا سماه المتلبس الكافر. يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء الناس القوم من هؤلاء من ضعفاء الشيعة، أن لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر. ولكنه كيف الله يرحم هذا؟ كيف يعطف على هذا الإنسان؟ كيف يأخذ بيد هذا الإنسان؟ يقول ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه
يوفقه الله للقبول منه، يقيض له مؤمنا يقف به على صواب، ينصحه، يأمره، ينهى عن المنكر، يأمره بالمعروف. يقول ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله للقبول منه، فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة، ويجمع على من أضله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة. والحمد لله والشكر لله، نحن عشنا الخزي واللعن في الدنيا على هذه المراجع وعلى هذه العمائم المنافقة. يقول ويجمع الله على من أضله لعنا في الدنيا، هذا الذي عشناه، وعذاب الآخرة ما بعد اللعن. إذن ويجمع على من أضله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة ما قبل المهد سيأتي، وإلى ما بعد اللعن هذا هو عذاب الآخرة. ويجمع على من أضله الله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال رسول الله. إذن الكلام الإمام العسكري سلام الله عليه عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول ثم قال الإمام عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرار علماء أمتنا المضلون عنا القاطعون للطرق إلينا المستغنون. إذن من هم أشرار الآن؟ من هم أشرار علماء أمتنا؟ هؤلاء المضلون عنا القاطعون للطرق إلينا، المسمون أضدادنا بأسمائنا، الملقبون أندادنا بألقابنا، هؤلاء الذين يحرفون الناس عنا، هؤلاء الذين يكونون شينا علينا، هؤلاء الذين يحطمون صدقنا بين الناس. ثم قال الإمام سلام الله عليه يقول قيل لأمير المؤمنين عليه السلام من خير خلق الله بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ ما هو الجواب؟ يقول الإمام قال العلماء إذا صلحوا أو إذا صلحوا. إذن يسألون الإمام عليه السلام الكلام الإمام الصادق عليه السلام. الإمام العسكري ينقل عن الإمام الصادق يقول ثم قال الصادق عليه السلام قيل لأمير المؤمنين عليه السلام من خير خلق الله بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ قال العلماء إذا صلحوا أو صلحوا. قيل فمن شرار خلق الله بعد إبليس وفرعون ونمرود وبعد المتسمين بأسمائكم والمتلقبين بألقابكم والآخذين لأمكنتكم والمتآمرين في ممالككم أو والمتأمرين في ممالككم؟ هؤلاء يقول فمن شرار خلق الله بعد إبليس وبعد فرعون ونمرود والذين أخذوا حقكم من السلاطين من المتجبرين، هؤلاء الذين تلقبوا بألقابكم، سموا أنفسهم بأسمائكم، تلقبوا بألقابكم، أخذوا لأمكنتكم، تأمروا في ممالككم. من بعد هؤلاء في الشر؟ قال العلماء إذا فسدوا هم المظهرون للأباطيل الكاتمون للحقائق، وفيهم قال الله عز وجل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذه الرواية واقتباس موضع الحاجة أتينا به وموجود في الاحتجاج وفي بحر الأنوار وفي تفسير الإمام العسكري. وعلى ذكر تفسير الإمام العسكري عليه السلام، الآن قلنا احتجاج بحر أنوار تفسير العسكري، وعلى ذكر تفسير الإمام العسكري عليه السلام أنقل ما جاء في الذريعة إلى تصانيف الشيعة جزء رابع وحسب المصدر عندي في صفحة 285 تحت رقم 1295 تحت رقم 1295 أو 1295. قال صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة قال أول ما عرف هذا التفسير، الكلام عن تفسير العسكري عليه السلام، قال أول ما عرف هذا التفسير في زمن العلامة المجلسي قدس سره، وكان من الكتب التي عثر عليها من بين المخطوطات، وكان من الكتب التي عثر عليها من بين المخطوطات. أنا لذلك أعطيت المصادر، قلت في الاحتجاج وفي بحار الأنوار وفي تفسير العسكري.
حتى أبين بأن الاحتجاج أقدم وأسبق زمانا من البحار، فقط مجرد إشارة هنا. إذن يقول صاحب الذريعة عن تفسير العسكري، يقول أول ما عرف هذا التفسير في زمن العلامة المجلسي، وكان من الكتب التي عثر عليها من بين المخطوطات، وقد جاء في مقدمته. ماذا جاء في مقدمته؟ قال ابن بابويه: أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم المفسر الاسترابادي الخطيب رحمه الله قال: حدثني أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبو الحسن علي بن محمد بن سيار، وكان من الشيعة الإمامية. من يقول الآن الكلام؟ صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، يقول التفسير أول ما عرف التفسير في زمن العلامة المجلسي، كان من الكتب التي عثر عليها من بين المخطوطات. مخطوط وجده المجلسي، ماذا كتب في المخطوط؟ يقول: وقد جاء في مقدمة المخطوط، قال ابن بابويه: أخبرنا أبو الحسن اللي هو المفسر الاسترابادي قال: حدثني أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبو الحسن حدثه هذا، وحدثه أبو الحسن علي بن محمد بن سيار. من هم؟ أبو يعقوب اللي هو يوسف بن محمد الذي هو يوسف بن محمد، وأبو الحسن وهو علي بن محمد بن سيار. إذن يوسف بن محمد وعلي بن محمد بن سيار. يقول هذا يوسف وعلي بن محمد كان من الشيعة. الكلام ما ورد في المخطوط عن ابن بابويه. يقول أخبرنا الآن يقول قال: حدثني أبو يعقوب الذي هو يوسف وأبو الحسن الذي هو علي. إذن أبو يعقوب وأبو الحسن أي يوسف وعلي. يقول: وكان من الشيعة الإمامية. وكان من الشيعة الإمامية. قال هما المتحدثان هم من الشيعة الإمامية. قال: وكان أبوانا إماميين. إذن أبو يعقوب وأبو الحسن أي يوسف وعلي كانا من الشيعة الإمامية. هم قال وكان أبوانا إماميين أيضا من الشيعة الإمامية. والكلام لهما. يقول: وكان الزيدية هم الغالبون في استرآباد. وكان الزيدية هم الغالبون في استرآباد. ونحن خلال السلسلة قال ابن بابويه: أخبرنا أبو الحسن محمد، يعني يقول أخبرنا الاسترابادي الخطيب قال: حدثني يوسف وحدثني الحسن. يقول وكان من الشيعة الإمامية. قال: وكان أبوانا إماميين، وكان الزيدية هم الغالبون في استراباد، وكنا في إمارة الحسن بن زيد العلوي الملقب بالداعي إلى الحق إمام الزيدية. هؤلاء لاحظ الذي قال الإمام في الرواية السابقة التي انتهت، ماذا قال؟ قيل: فمن شرار خلق الله بعد إبليس وفرعون ونمرود، وبعد المتسمين بأسمائكم والمتلقبين بألقابكم والآخذين لأمكنتكم والمتأمرين في ممالككم. من هؤلاء يقصد؟ هؤلاء منهم الذي تحدث عنهم الآن. منهم؟ قال هذا: وكان الزيدية هم الغالبون في استرآباد وكنا في إمارة الحسن بن زيد العلوي. لاحظ ماذا يلقب نفسه وماذا يلقب؟ الملقب بالداعي إلى الحق إمام الزيدية. وكان كثير الإصغاء إلى الزيدية. هذا وكان في إمارة الحسن، وكان من الإمامية، وأبواهما كان أيضا من الإمامية. يقول: كنا في استراباد، كان الزيدية هم الغالبون، وكان الزيدية هم الغالبون في استراباد، وكنا في إمارة الحسن بن زيد العلوي الملقب بالداعي إلى الحق إمام الزيدية، وكان كثير الإصغاء إلى الزيدية. يقول: فخشيناهم على أنفسنا فخرجنا بأهالينا إلى حضرة الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن محمد أبا القائم عليهم السلام. إذن هذه التفت جيدا. من أين هرب؟ لاحظ الشيعي، التفت جيدا، أنا عن قصد أذكر هذه القضية. الشيعي أبو يعقوب يوسف والشيعي أبو الحسن علي أبناء الشيعة الإمامية. هذا ابن الشيعي الإمامي وهذا ابن الشيعي الإمامي. إذن هذا شيعي إمامي وهذا شيعي إمامي، هذا أبو شيعي إمامي وهذا أبو شيعي إمامي. هربا من الزيدية، هربا من الشيعة الزيدية،
هرب من دولة الزيدية، هرب من مملكة الزيدية، هرب من الشيعة إلى دولة السنة، إلى دولة العباسيين، إلى سامراء. ذهبا إلى أين؟ هربا بأنفسهما بعوائلهما، خافا حتى على العائلة، خشيا على أنفسهما وعلى أهليهما، على الأطفال، على النساء، خشيا على الأطفال والنساء من الزيدية، فالتجأوا إلى العباسية، إلى العباسيين، إلى سامراء، إلى الإمام الهادي عليه السلام، إلى الإمام العسكري عليه السلام. لاحظ التاريخ، لاحظ التحريف في التاريخ. شيعي إمامي يهرب من دولة الزيدية هو والعيال والأطفال، لا يأمن على نفسه ولا على نسائه ولا على عرضه ولا على أطفاله، يهرب من دولة شيعية زيدية إلى دولة سنية عباسية. يقول: وكان كثير الإصغاء إلى الزيدية فخشيناهم على أنفسنا فخرجنا بأهالينا إلى حضرة الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن محمد أبا القاسم عليهم السلام. إذن أقول، وهنا أريد الإشارة والتنبيه للباحثين ولكل المسلمين، نجدها في هروب الشيعة الإمامية من بطش الشيعة الفاطمية في مصر والمغرب العربي، وهروبهم إلى الشام حيث الأمان النسبي في ظل الحكومات السنية في الشام. وكلما رجعنا في الزمان أكثر وأكثر فإننا نجد أن الصراع الطائفي لا حقيقة له، بل هي قضية مفتعلة من مبتكرات وأفاعيل الحكام والسلطات الفاسدة، بدءا من العصر الأموي مرورا بالعباسي وإلى يومنا الحاضر. وإذا شاء الله تعالى ستكون لنا وقفة مع أحداث الخلافة الراشدية أو الراشدة لبيان أن ما وقعت من أخطاء وتجاوزات شملت، هذه الأخطاء والتجاوزات شملت وعمت ووقعت على الجميع. إذا نقول وإن شاء الله تعالى وإذا شاء الله تعالى ستكون لنا وقفة مع أحداث الخلافة الراشدية أو الراشدة لبيان أن ما وقعت من أخطاء وتجاوزات فإنها شملت وعمت ووقعت على الجميع، وإنها ترجع إلى إجراءات الحاكم لتثبيت السلطة والدولة وفق تشخيصه للمصلحة التي يصيب ويخطئ فيها، ولم تكن بدافع طائفي كما يصوره أئمة الضلالة المرتزقة والمرتزقة المستأكلون، كما يصوره أئمة الضلالة المرتزقة المستأكلون وأتباعهم الجهلة الناعقون. يعني ما صدر في زمن الخلافة الراشدة، في زمن الخليفة الأول، في زمن الخليفة الثاني، في زمن الخليفة الثالث، هل كان هذا من تجاوزات، من إجراءات، من أخطاء؟ طبعا لا يوجد عصمة ولا يوجد أحد يقول بعصمة الخلفاء أو بعصمة، كانت بدافع طائفي أو كانت إجراءات لتثبيت الحكم، لتثبيت الخلافة، لتثبيت الدولة والسلطة وفق تشخيص الحاكم أو الخليفة أو السلطان. أتحدث أنا في خلافة الخليفة الأول والثاني والثالث. إذن أقول ما وقعت من أخطاء أو تجاوزات أو إجراءات فإنها شملت وعمت ووقعت على الجميع، لا يوجد خصوصية لطائفة دون طائفة أخرى. إجراءات، قوانين دولة، قوانين سلطة، قوانين حكم، قانون، دستور، نظام، يشمل الجميع. وقع على هذا البيت وهذه العشيرة وهذه المنطقة وهذه الشريحة الاجتماعية كما وقع على غيرها. إذن شملت وعمت ووقعت على الجميع، وإنها ترجع إلى إجراءات الحاكم لتثبيت السلطة والدولة وفق تشخيصه للمصلحة التي يصيب ويخطئ فيها، هذا شيء مهم، ولم تكن بدافع طائفي كما يصوره أئمة الضلال المرتزقة المستأكلون وأتباعهم الجهلة الناعقون. فلا وجود للدوافع الطائفية في تلك الفترة، وإنما لاحظ هذا شيء أكيد، لا يوجد دوافع طائفية في زمن الخلفاء الأول والثاني والثالث، وإنما استحدثت الطائفية وأصل لها وأخذت طابعها القانوني الرسمي من قبل من؟ من قبل الأمويين لتثبيت دولتهم وأركان حكمهم وسلطتهم. فصارت الطائفية التدميرية ضرورة سياسية سلطوية لتثبيت الحاكم والإبقاء على دولته والسكوت على انحرافه وظلمه. ولتجدير هذه طبعا يسقطون ما كتبوه، ما استحدثوه
ما ابتدعوه، ما افتروا به، أسقطوه على من؟ على الأحداث السابقة، أرجعوه إلى زمن الخلافة، أرجعوه إلى زمن النبوة، فسحبوا الطائفية ونقلوا الطائفية كذبا وادعاء وتزييفا إلى تلك الفترة السابقة، وفسروا الأحداث السابقة على أساس ما ابتدعوه من طائفية ضالة قاتلة تدميرية. هذا ما حصل. فعلينا أن نعرف، وعلينا أن نميز، وعلينا أن نتمسك بهذه القاعدة، وهي قاعدة واقعية حقيقية. هذا أصل وهذه قاعدة. هل أن الطائفية كانت، هل أن تصرف الخلفاء، الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الخليفة الثالث، كان بدافع طائفي كما هي الطائفية الآن، أم كانت الإجراءات تشمل الجميع، تقع على الجميع، حتى تقع على ابن الخليفة، على نفس ابن الخليفة يقع الإجراء والحكم والقانون والعقوبة والتطبيق والخطأ إذا كان الحكم فيه خطأ. إذن يقع على الجميع، وقع على هذا كما يقع على ذاك، وقع على هذا البيت كما وقع على ذاك البيت. إذن علينا عندما نريد للمحقق، للباحث، للمنصف، للقارئ، للمسلم، للمؤمن، للباحث عن الحق، إذن علينا أن نقرأ التاريخ، نعيد قراءة التاريخ، نعيد كتابة التاريخ، نعيد التحليل الواقعي والموضوعي للتاريخ بناء على هذه الحقيقة، بناء على أن الطائفية لم تكن في زمن الخلافة. الإجراءات التي حصلت من دولة وسلطة وحكومة الخلفاء كانت تشمل الجميع وتطبق على الجميع. الآن يوجد إجراءات لكل عائلة، لكل شخص، لكل شريحة اجتماعية، طبعا يوجد خصوصية، طبعا هذه له قضية وذاك له قضية، هذه لها عناصر وتلك لها عناصر، هذه لها شهود وتلك لها شهود، هذه لها أساس وذاك له أساس يختلف، هذه عندها بينة، هذه يوجد فيها بينة مضادة، هذه لا يوجد، هذا يوجد شاهد حقيقي، هذا شاهد مزيف. هذه طبعا تختلف بعناصرها الجزئية أو عناصرها الذاتية أو عناصرها الخاصة بها، أما كقاعدة عامة ونظام عام وقانون عام كان ينطبق على الجميع. إذن لا بأس بأن أقول، وإذا شاء الله تعالى سيكون لنا وقفة مع أحداث الخلافة الراشدة والراشدية لبيان أن ما وقعت من أخطاء وتجاوزات فإنها شملت ووقعت وعمت الجميع ووقعت على الجميع، وأنها ترجع إلى إجراءات الحاكم لتثبيت السلطة والدولة وفق تشخيصه المصلحة التي يصيب ويخطئ فيها، ولم تكن بدافع طائفي كما يصوره أئمة الضلال المرتزقة المستأكلون وأتباعهم الجهلة الناعقون. فلا وجود للدوافع الطائفية في تلك الفترة، وإنما استحدثت الطائفية وأصل لها وأخذت طابعها القانوني الرسمي من قبل الأمويين لتثبيت دولتهم وأركان حكمهم وسلطتهم، فصارت الطائفية التدميرية ضرورة سياسية سلطوية لتثبيت الحاكم والإبقاء على دولته والسكوت على انحرافه وظلمه إلى يومنا الحاضر. لذلك أنا عندما قلت سابقا بأن أول صحابي ظلم ووقع عليه الحيف والسب واللعن والطعن والافتراء هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو علي بن أبي طالب عليه السلام. أنا أقصد هذا السب والطعن الرسمي الذي دخل تحت عنوان الطائفية، تجزير الطائفية، تأسيس الطائفية، صدر من دولة، من سلطة، من حكومة، وضع بقانون ودستور أن يسب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا القانون لم يكن في حكومة الخليفة الأول ولا في حكومة الخليفة الثاني ولا في حكومة الخليفة الثالث، وإنما هذا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شد